واول حاجه بعملها بجهز الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط شويه من الزيت، وكمان ولعت الفرن على درجه حراره 180. في شفشق الخلاط بحط 3 حبات من البيض بدرجه حراره المطبخ، نص معلقه صغيره فانيليا، وبضرب البيض، وكوبايه من السكر، ومعلقتين خل، ولو بتحبي سكرها زياده بتزودي ربع كوبايه من السكر، ونص كوبايه من زيت الذره بنزلها خيط رفيع، وكوب زبادي بدرجه حراره المطبخ. بضرب الخليط 5 دقايق. كوبايتين ونص من الدقيق منخولين مرتين، وهنخلهم للمره الثالثه، ومعلقتين من النشا بنخلهم، كيس بيكنج باودر، ورشه من الملح، وبخلط المواد الجافه مع بعضها، وبنزل بالخليط السائل على المواد الجافه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقلبهم في اتجاه واحد. نص كوبايه من اللبن الدافي بدوب فيهم مكعبين من الزبده، وبحط الزبده واللبن على خليط الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. واخر حاجه بحطها على الكيكه عشان الكيكه تكون معاكي عاليه وهشه ولونها فاتح مش غامق، عصير نص ليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الكيكه تطلع معاكي مظبوطه بتخلي معيارك كله بكوبايه واحده، وكمان بتخلطي في اتجاه واحد. بحط خليط الكيكه في صينيه مقاس 24 او 26. بسم الله ما شاء الله. شايفه قوام الكيكه حلو ازاي؟ وعلى رخامه المطبخ اخبطها مرتين 3، وكمان بمشي عليها الشوكه او خله عشان بخرج منها فراغات الهواء، وبدخلها فرن ساخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بتقعد في الفرن من 30 ل 35 دقيقه، وبعد ما الكيكه بردت بقطعها. شايفه جمالها وحلاوتها؟ شايفه كمان طريه ازاي؟ شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. شوفي كمان طريه وخفيفه ازاي؟ شايفه؟ طريه جدا، كمان خفيفه وعاليه وبألف هنا.